اعتداء جنسي في منزل سارة خليفة. التحقيقات تكشف المستور. تفاصيل مثيرة. كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وكشفت التحقيقات أنه تم فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة وبالدلوف لا تطبيق الاحتفاظ بالصور والمقاطع والمسمى باللغة الإنجليزية فوتو فولت وتمرير كلمة المرور الخاص بتطبيق 5050. تبين وجود مقطع فيديو ومدته 57 دقيقة ويظهر به أحد الأشخاص عاريا عن ملابسه بداخل غرفة نوم خاصة بمنزل المتهمة الماثلة الذي سبق وان عاينه بمعرفتنا، ويقوم أشخاص مجهولين غير ظاهرين بوجوههم بالمقطع ويقوم بالتعدي على الشخص العاري باعتداءات جنسية وحداث أصابات باستخدام أيديهم وارجلهم. وجاءت أقوالها كالآتي: س: ما صلتك بالمقاطع السابق عرضها عليك وبما تعلل وجودها على هاتفك المحمول؟ ج: المقاطع دي في بيتي. س: ما صلتك بالحراز السالف عرضها عليك؟